يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم، يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا إني معاكم وإن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. واحنا بنغسل المواعين كده هنتكلم مع بعض في حاجة. النهاردة هنتكلم في شيء يخصني بصراحة. أنا بعمله مع ابني. أنا ابني الكبير 8 سنين ماشي في 9 سنين، ربنا يحميه يا رب ويخليهولي. انا من فتره للتانيه كده بجيبه اتكلم معاه عن قصص الانبياء وعن مواقف دينيه وعن قصص دينيه كلها. يعني حاولت معاه بصراحه ان انا ابدا معاه بكان يا مكان والقطه والاسد والارنب والحاجات دي، ما هو ما انصتليش، وانا ماليش في الموضوع ده بصراحه. يعني ما حبيتوش. انا كنت زمان احب احكي بس ما حبيتوش. دلوقتي حسيت ان العصر اتغير دلوقتي ان انا اقعد احكي قصه زي دي. فبقعد احكي له قصص الانبياء، وهو بصراحه منصت ليا قوي في القصص دي، بس انا بدخلها له بطريقه سهله قوي وبسيطة جدا جدا جدا، لدرجة انك تقولي مثلا ان القصة دي اتعملت امبارح مثلا. بحكيها له بطريقة سهلة قوي وبطريقة تواكب عصره دلوقتي وتواكب العصر احنا عايشين فيه. لكن رأي جوزي غير. يعني جوزي يقول لي لا، احكيها له بالطريقة اللي احنا سمعناها زمان، اللي هو ما فيهاش ملوش انه يسأل ازاي وليه، لا هو بيسمع وخلاص. فانا بحس لا، انا بقول له لا، ان الطفل زمان كان منصت. يعني احنا كنا زمان منصتين نسمع وخلاص، يعني الكلام خلاص ما بنحاولش نستفسر. لكن دلوقتي عقلية الطفل غير. يعني انا لما بقعد احكي لابني قصة بلاقيه يقول لي ليه، ازاي، آه، هو ما ينفعش اصلا انت بتقولي ده. لكن انا بقعد احكيها له بطريقة تخليه خلينا نقول كده زي التنويم المغناطيسي. هو بيسمع وبيسأل ولو أنا جاوبت مهما جاوبت معاه، يعني حتى لو الإجابة مش قد عقله، بس هو بيعرفها بيحفظها لأني ببسطها له. ده رأيي يعني. حتى أنا بحس ان هو بيحفظ، يعني بتفضل في ذاكرته ان هي بتبقى داخله له بطريقه عاميه، بطريقه سهله، بطريقه غير طريقه السرد والحفظ. بتبقى سهلة بالنسبة له يعني. أنا من كام يوم حكيت له عن قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا إسماعيل، لما قال له إن أنا أمرت إن أنا أذبحك، فقال له افعل ما تؤمر يا أبي. يعني هو سمع كلام بابا. أنا دخلت له بقى من الحتة دي، يعني قلت له هو سمع كلام باباه مهما كان إيه هو اللي هو عايزه منه. المفروض إن احنا نسمع كلام الأب. وده طبعا يعني ربنا بيحبك عشان هو انت سمعت كلام باباك وانا دخلت له من الحته دي صحيح، دخلتها له وحكيت له كل حاجه دينيه فيها وكل شيء فيها موجود في القرآن. بس برضو حاولت بقدر الإمكان أدخلها له برضو بطريقة إن أنت لازم تسمع الكلام، وبحاول يعني تربية إيجابية. التربية الإيجابية. بس دي الطريقة بتاعتي، يعني دي طريقتي. حتى كمان من فترة برضو حكيت له قصة الإسراء والمعراج وقصة سيدنا إبراهيم والنار. يعني حاولت برضو أدخلها له بطريقة بسيطة، لأن هي قصة الإسراء والمعراج عايزة مخ أكبر من مخه، بس أنا دخلتها له بطريقة سهلة قابل ناس ويعني حاولت بصراحة بقدر الإمكان. صحيح فيها تفاصيل أنا معرفتش أجاوب عليها، بس قلت له احفظ دي، يعني قولها زي ما هي كده، ما تكبر شوية هتعرفها. بدأ يفهمها، يعني بدأ يحفظها. وبخليه يشاركني كمان في القصص. يعني نروح مثلا عند جده اقول له احكي لجده احنا خدنا ايه، يعني حفظنا القصه دي ايه، وهو على فكره ما يعرفهاش، فبيضطر يقولها له بس بطريقتي انا، يعني بطريقه برضه بص يا جدو، ويقعد يحكيها له بطريقتي، يعني بطريقة اللي أنا حكيتها له بيها وهو حفظها. وبابا بيقول لي إن هو كده يعني فعلا هي قصة صحيحة، بس إيه هي داخلة بطريقة عامية زيادة عن اللازم يعني. معرفش دي حد زي كده بيعمل كده، بس أنا بحاول إن أنا أحببه أكتر في القصص دي، عشان مش هبعده عن السوشيال ميديا أكيد. يعني هي خلاص السوشيال ميديا دي بقت موجودة في حياتنا زي المية والهوا، وصعب أقوله لأ سيب التليفون وما تمسكوش. لكن بحاول أسمعه يعني
اخد من وقته شويه في التليفون، فدماغه تبقى مشغوله بحاجه تانية، بس ما احاولش ان هي تبقى جامده وعنيفه عليه، وهو الناحيه التانية بيتفرج على ناس بتلعب وبتضحك وبتتنطط ومش عارف ايه. لا، بحاول ده يبقى ده زي ده. آه، خليه يعني يسمعها بطريقة بسيطة عشان خاطر تخش له بطريقة بسيطة، زي ما السوشيال ميديا دخلتها له أو دخلت له الشقاوة والتنطيط والأغاني دي برضو بطريقة بسيطة جدا بالنسبة له. فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا آه، يعني أخلي المواقف الدينية القصص الدينية في دماغه راسخة طبعا، وحفظ القرآن في دماغه راسخ بس بطريقة سهلة. حتى في الآيات القرآنية آه، بحاول اشرحها له بالايد، يعني انا بقول له، يعني بحكيها له برضو، بحكي له القصص بتاعتها، يعني ادخل اقرا على كل ايه هو بيحفظها، وبحاول ان انا برضو اجيب قصة الآية بس بالراحة خالص ونفضل نقول، فهي بتثبت في دماغه، بيبقى مبسوط جدا ان هو القصة استشهد بالقصة دي بالآية القرآنية، بيبقى مبسوط جدا بيها يعني. فأنا يعني بتمنى من ربنا ان انا ابقى يعني اني اكون بعمل الحاجة الصح، واللي شايفني صح يقول لي يعني، او اللي عنده طريقة تانية تواكب عصره يقول لي برضو. هو دي طريقتي معاه يعني. بحاول بقدر الامكان ابعده عن السوشيال ميديا وابعده عن بتاع، يعني انا صعب مثلا اقول له تعالى ارسم او تعالى، لا مش عارفة في حد زيي ولا لا، بس هو ما بيرضاش بصراحة، ما بيرضاش خالص، بس هحاول بقدر الامكان يعني. والنهارده كان روتيننا كان بسيط، يعني كان غسيل المواعين. طبعا احنا خارجين من العيد، فالدنيا يعني مواعين بس مش اكتر، لسه شوية وهو بحاول يعني. دلوقتي غسلنا المواعين دلوقتي نخش على الكوبايات. ومبسوطة جدا اني معاكم، وان شاء الله تبقى قناة متنوعة، و... وكل اللي عنده حاجة يقولها لي، انا اتقبل اي حاجة بتتقال بصراحة. و... وربنا يعني ان شاء الله تعجبكم القناة وتبقوا مبسوطين منها. فقرة المواعين دي فقرة ما بتخلصش على فكرة يعني، بس أنا عارفة إن هي نعمة وموجودة طول ما هي موجودة، يعني في حياة، في دنيا، في عيال، في أطفال، طبعا نعمة ربنا يديمها علينا طبعا. بس احنا ايدينا اتبرد بصراحة يعني، بس يعني الحمد لله، ربنا يدينا الصحة يا رب، ويخلي لنا ولادنا يا رب، ونعيش ونعمل لهم، ربنا يخليهم. أنا أم لطفلين، ولد وبنت. الولد 8 سنين والبنوتة سنتين. اه كده تقريبا خلاص مفيش حاجة تاني. وكنت سعيدة جدا بوجودكم على فكرة، ويا رب ما تكونش آخر تجربة معاكم، وإن شاء الله تبقى تجربة حلوة جدا معاكم، وتتبسطوا مني، وتبقى قناة تحاولوا تستفادوا منها ولو شيء بسيط، ونفيد بعض بإذن الله. كده دي كانت آخر حاجة خلاص، وسعيدة جدا بوجودي معاكم، ويا رب القناة تعجبكم يا رب. معلش بكرر كلامي كذا مرة، سامحوني أول مرة. كده خلاص دي اخر حاجه خلاص، وفاضل بس همسح البوتاجاز وانتهى الموضوع. انا طبعا غسله البوتاجاز الصبح، ويعني بغسله الصبح لان كان الصبح عندي اكل بزيوت وكده، فاضطريت ان انا بعد الغدا امسحه، اغسل العيون بتاعته والحاجات دي كلها. لكن دي مواعين بالليل بقى، يعني مواعين خلاص بقى بالليل، فهمسحه بس كده بملمع ازاز، ويبقى انتهى الموضوع على كده وخلاص كده. ونقول للحوض خلاص معلش شاكرين ليك. حاول ما نجمعش مواعين تاني، لان هو كل ما احط فيه مواعين بتجمع تاني. بس كده
بس كده خلاص الحمد لله. اوعى تجيب لي مواعين تاني بالله عليك. خلاص كده كده البوتاجاز، بص هو كده مفيهوش اي حاجه يعني. حتى انا يعني على الحوامل يا دوبك بس كده ايه، مسحه خفيفه جدا يعني، هو اصلا مفيهوش اي حاجه يعني، بغسله على طول يعني. بس همسحه بس كده والم الحاجه اللي عليه دي، وبعد كده بقوم لمع ازاز على طول يعني، الازاز والاستانلس وكده. لكن العيون دي بتتغسل بقى على الحوض بس ايه، كنت عاملاها يوميها، انا بعملها كل يوم يعني، بس دي كنت عاملاها يوميها الصبح يعني. يا رب تكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك وتشيروا الفيديو ان شاء الله باذن الله، وتكتبوا لي اي كومنت يقول لي اي حاجه غلط في الفيديو، او عايزين تبقى في الفيديو لسه جديده في الموضوع. ان شاء الله خير، وربنا يديم المحبه ما بيننا يا رب. خلاص كده، مع السلامه، باي باي.